اللي انتوا شايفينه في الفيديو امام حضراتكم ده رمضان صبحي، افضل موهبه صاعده في اخر 10 سنوات في النادي الاهلي، وكل جمهور النادي الاهلي بلا استثناء كان شايف ان هو هيبقى اسطوره من اساطير النادي وهيحقق القاب لم يحققها اي لاعب في تاريخ النادي الاهلي من قبل، ولكن عقليته سوحته وانتقل لفريق طموح بيراميدز وساب التاريخ. رمضان صبحي رغم رحيله عن النادي الاهلي ما زال بيعشق المارد الاحمر ويريد العوده للنادي مره اخرى. انت ممكن ترجع الاهلي تاني في يوم من الايام اكيد، لان فعلا رمضان صبحي ابن النادي الاهلي، ابن النادي. قبل ما اكلمك عن قصه رمضان صبحي من بدايتها حتى الان لغايه موضوع المنشطات، حابب اذكر لك اكتر حاجه كان مميز بيها رمضان صبحي. رمضان صبحي كان وصل لمرحله انه بيرقص على الخطوط ويسجل اهداف من خرم ابره ومن زوايا صعبه جدا. كان عنده ثقه بالنفس لا توصف، لدرجه ان هو في يوم من الايام وقف على الكوره مرتين امام نادي الزمالك. المره الاولى كانت في الملاعب المصريه، والمره الثانيه كانت في السوبر المصري في عام 2015 في الامارات. المباراه الشهيره والريمونتادا التاريخيه اللي عملها النادي الاهلي على نادي الزمالك، ورغم تقدم نادي الزمالك على النادي الاهلي في نتيجه المباراه، ولكن النادي الاهلي فاز في النهايه بنتيجه 3-2 مع الرأفة. ساعتها رمضان صبحي وقف على الكوره بطريقه مستفزه من وجهه نظر جمهور نادي الزمالك، واللقطه دي ساعتها جذبت جميع الصحف والمواقع في العالم، كانت حديث العالم بالفعل. لما كان بيحتفل مع جمهور النادي الاهلي تستشعر ان هو واحد منهم فعلا، كان بيعشق النادي لدرجه الجنون. تخيل واحد كان بيدعمه الكابتن محمود الخطيب وعمره لا يتخطى 8 سنوات تقريبا، كيف سيكون اللاعب في النهايه؟ من ايام برنامج تلفزيوني رياضي معروف في حضور الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد بيبو صاحب السوبر هاتريك الشهير امام نادي الزمالك، وساعتها خطف انظار جمهور النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب بمهاراته المختلفه عن باقي اطفال مدرسه الكوره في هذا التوقيت. رمضان صبحي حاليا اصبح عمره 27 عام، لانه باختصار من مواليد 97. ظهر رمضان صبحي لاول مره في سن 16 عام في عام 2014 امام فريق غزل المحله بعد تصعيده للفريق الاول تحت اداره الكابتن محمد يوسف، وقدم مباراه كبيره للغايه، علشان في ابريل من نفس العام شارك في بطوله الشيخ زايد الوديه في الامارات مع النادي الاهلي تحت 17 عام، وجذب اهتمام النادي الاسباني اتلتيكو مدريد في هذا التوقيت. سجل اول هدف له مع النادي الاهلي امام مصر المقاصه، وشارك في مباراه السوبر المصري الشهيره اللي كلمتكم عنها منذ قليل في عام 2014 تحت قياده غريب. جذب ساعتها ايضا معظم الانديه الاوروبيه الكبرى وابرزهم ارسنال وروما الايطالي. ساهم في فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري المصري في عام 2013 2014، كان مكسر الدنيا حرفيا في هذا الموسم، كذلك في موسم 2015 2016، علشان في موسم 2016 يجي له عرض كبير جدا وضخم من فريق ستوك سيتي الانجليزي مقابل 5 مليون جنيه استرليني. مضى موسمين مع فريق ستوك سيتي حتى موسم 2018، وبعدها انضم بالفعل لفريق هدرسفيلد تاون علشان في موسم 2019 2020 يرجع لبيته مره اخرى النادي الاهلي على سبيل الاعاره لمده 6 شهور. والفتره دي بقى هي كانت نقطه التحول في مسيره اللاعب رمضان صبحي. النادي الاهلي امهله ساعه للتفكير والتجديد، خصوصا بعد عرض بيراميدز الخرافي الضخم، ولكن في عام 2020 رمضان صبحي اختار الطموح بيراميدز وترك النادي الاهلي والتاريخ والمجد والبطولات، لان رمضان صبحي في هذا التوقيت كان شايف ان المعامله مش احسن حاجه. النادي الاهلي قال له قدامك ساعه تفكر، تختار النادي الاهلي يا ترحل عن النادي الاهلي، واختار الرحيل عن النادي الاهلي ونكر جميله مع النادي اللي رجعه في عز اصابته، وقفوا على رجله مره اخرى ورجع كسر الدنيا في بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 عام في عام 2019، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة في هذا الموسم. كسر الدنيا وواقف على رجله مرة أخرى، وبعدها بيرد جميله للنادي الأهلي وينضم لفريق طموح بيراميدز، بعيدا عن صغر سنه في هذا التوقيت وعدم اتخاذه قرار مناسب أو عدم نضجه الفكري، ولكن غلط في النهاية. ألقاب رمضان صبحي مع النادي الأهلي حصد 8 بطولات مع النادي الأهلي. فاز مع النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري 3 مرات، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة. مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عام في عام 2019 فاز ببطولة الأمم بالفعل. ويعتبر رمضان صبحي أغلى تاني صفقة في تاريخ الكرة المصرية، وحاليا هناك انقسام حول رجوعه للنادي مرة أخرى داخل النادي الأهلي نفسه. بعض الأشخاص تريد عودته للنادي مرة أخرى، والبعض الآخر قافل الفكرة بالضبة والمفتاح ومش متقبل
فكره عودته للنادي. نفس الكلام بينطبق مع جمهور النادي الاهلي المنقسم لشقين. الشق الاول شايف ان رمضان صبحي ما ينفعش على الاطلاق يرجع للنادي مره اخرى، والشق الاخر شايف ان رمضان صبحي ممكن نسامحه، المسامح كريم، كان لسه لاعب صغير غير ناضج ونعفو عنه ويرجع للنادي ويرتدي قميص النادي الاهلي مره اخرى. من وجهه نظري شايف ان رمضان صبحي غير مجدي في التوقيت الحالي، خصوصا بعد تراجع مستواه بشكل كبير جدا وملحوظ بعد خروجه من النادي الاهلي وقصه المنشطات وبعده عن الملاعب. مش هيفيد النادي الاهلي في الفترات القادمه بالفعل. في لاعيبه ياما ضحت بالكثير هتتظلم في وجوده، خصوصا في قصه وموضوع الشاره بالفعل، لانهم لاعيبه ضحوا بالكثير واشتروا النادي الاهلي، على عكس رمضان صبحي اللي باع النادي الاهلي بسبب الماده، بسبب المال بالفعل. في نهايه المطاف استنى تقول لي وجهه نظرك كمشجع النادي الاهلي، هل بتؤيد فكره رجوع رمضان صبحي للنادي مره اخرى ولا لا؟ وانتظرني في الفيديو القادم ان شاء الله. سبحان الله، في سر اسمه، في سر مكانه، في سر سمعته، في سر لماذا تغير المكان يا ولدي؟ لماذا تغير المكان يا ولدي؟